الصبح تحس ان انت عندك وقت كبير تنجز فيه كل حاجة، لكن للأسف بيجي آخر اليوم تلاقي نفسك المحصلة صفر ومعملتش أي حاجة. طيب ليه ناس بتنجز كل حاجة في يومها وناس تانية بتحس ان يومها قصير؟ والسر هنا في الإنتاجية الذكية. وفي فيديو النهاردة هقولك ازاي تستغل يومك بأفضل طريقة ممكنة. المشكلة مش ان يومك قصير، المشكلة اللي انت بتقع في فخ المهام الصغيرة اللي بتستهلك وقتك وبتشتت عقلك. الناس شايفة اللي هم شغالين طول اليوم، لكن للأسف هم فعلا شغالين بس مش منتجين. ايه الفرق بين الانشغال والانتاجيه؟ خلينا نقول ان في شخص بيصحى الصبح يومه طبيعي اهو تمام، بس بدايته غلط. بيبدا يرد على رسائل السوشيال ميديا، بين كل حاجه بيعملها بيفضل يسكرول فيسبوك شويه، تيك توك شويه، انستجرام شويه. وشخص تاني بيبدا يومه طبيعي جدا باهم مهمه هو شايفها في يومه وعايز ينجزها. المشكلة هنا مش ان يومك قصير، المشكلة انك بتديره غلط او بتبدأ يومك غلط. وفي قاعدة حلوة جدا اسمها قاعدة 80 20 او 80 ل 20. ما علينا من اسمها، تعال نفهم هي بتقول ايه. بتقول ان 80% من نجاحك بيجي من 20% من مجهودك. طيب تعال ناخد مثال عملي. نفترض ان انت طالب في ثالثة ثانوي او في كلية، بس خلينا نقول في ثالثة ثانوي، ومتراكم عليك حاجات كتير ومش فاضل على الامتحانات غير وقت قليل. بدل ما تذاكر 10 ساعات بعشوائية، تركز على 20% من المعلومات اللي بيجي منها 80% من الامتحانات. وبرضه مش لازم تكون طالب او في ثانوية عامة، يمكن تكون بتشتغل. فبدل ما تشتغل على 10 مشاريع صغيرين، لا، انت تكثف مجهودك ووقتك كله في مشروع واحد يديك نتيجة كبيرة. والاهم من ده كله اللي انت لازم تكون متعلم ازاي تتحكم في وقتك. وتعالى اقول لك ازاي. خلينا كلنا متفقين ان اكتر حاجة بتضيع وقتنا هو التشتيت والسوشيال ميديا. طيب ايه الحل؟ الحل اللي انت يكون عندك فترات تركيز كامل بدون اي مشتتات. ممكن تستخدم تقنية البلوك تايم اللي هي 90 دقيقة بدون اي مشتتات، وبعدها تاخد راحة ممكن ربع ساعة ايا كان. بس عشان تستغل الراحة دي صح، بلاش تخش انستا تيك توك عشان دي تسحل وقتك، وهتلاقي نفسك الربع ساعة دي بقت نص ساعة، يمكن اليوم كامل. مش معنى كلامي اللي انت ما تستخدمش سوشيال ميديا خالص، لا، خصص وقت في يومك للسوشيال ميديا ايا كان بقى الوقت اللي انت هتحدده، ساعة 2 3 ايا كان. بس في ناس كتير بتقول لك ساعة، بس احنا عمرنا ما هنقعد ساعة. فانت خصص وقت بدماغك بس تكون فعلا انجزت كل حاجة في يومك. وخلينا عارفين ان الانتاجيه الصح مش اللي انت تفضل شغال طول اليوم، الافضل ان انت تشتغل وقت صغير لكن بتركيز اعلى، وده هيخليك تنجز كل المهام اللي انت محددها في يومك. بس كده يكون خلص فيديو النهارده. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب، وباذن الله نتقابل في فيديوهات جايه كتير. وما تنساش صح تبقى تكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتضيع وقتك، وباذن الله اشوفك في فيديو جاي قريب. سلام.